اولا برحب بحضراتكم جميعا في رحاب جامعه قناه السويس. دي الدوره السادسه لملتقى التوظيف الخاص بالشركات الصينيه العامله في جمهوريه مصر العربيه. دايما بننظمه بالتعاون بين الغرفه التجاريه الصينيه ومعهد كونفوشيوس بجامعه قناه السويس بحضور السنه اللي فاتت كان بحضور معالي الوزير المحافظ وبحضور معالي السفير الصيني. السنه دي معانا معالي الوزير المفوض لو شوشانغ وكثير من الشركات الصينيه، حوالي تقريبا 25 شركه. كثير من ابنائنا الخريجين والطلبه اللي بيبحثوا عن فرص عمل او يبداوا يسجلوا اساميهم في هذه الشركات بحثا عن فرص عمل جيده. النهارده معانا تقريبا حوالي 25 شركه بيقابلوا الخريجين الاول وياخدوا السيره الذاتيه بتاعتهم ويشوفوا امكانياتهم وبيتناقشوا معاهم في السيره الذاتيه، بيشوفوا الحاجات اللي هي ناقصاهم ممكن يشتغلوا عليها والحاجات دي كلها، ودي احنا مركزين معاهم مع الجانب الصيني. الجانب المصري في الفتره الاخيره مهتم قوي بالانفتاح والاستثمار مع الجانب الصيني. هو الشريك التجاري الاول تقريبا لمصر لمده 14 سنه متتاليه، وبالتالي احنا كجامعه دورنا مش مقتصر فقط على التعليم، لا احنا كمان توفير فرص عمل والتطوير المهني والتدريب سواء قبل التخرج او بعد التخرج، وان احنا نجذب لهم الشركات العامله في مصر من جانب الصين سواء في منطقه تيدا، منطقه اقتصاديه في ابو خليفه، المنطقه الاستثماريه هنا، المنطقه الحره في اسماعيليه، المنطقه الصناعيه، المنطقه الاقتصاديه في الانطره او في شرق التفريع في بورسعيد. والله حتى انا شايف في شركات كتير من راس غارب واسوان وفي خاصه في مجال الطاقه. دي كلها دور اساسي للجامعه بنحاول نقوم به على اعلى ما يمكن وبتوفيق لاولادنا ان شاء الله. يعني انا كنت بالنسبه الموضوع مش موضوع دراسات عليا، الموضوع ان احنا الخريجين تحديدا الدراسات العليا بتيجي بعدين لاحقا، ان الطالب اللي هو مهتم ان يزود امكانياته وتدريبه الى اخره. لكن في الفتره الجامعيه الاولى، المرحله الجامعيه الاولى خاصه مرحله البكالوريوس، احنا كجامعه عندنا علاقات قويه جدا مع الجانب الصيني. عندنا قسم اللغه الصينيه في اداب، عندنا قسم اللغه الصينيه في الألسن، عندنا قسم اللغه الصينيه في الجامعه الاهليه، عندنا واحد من اكبر معاهد كونفوشيوس في مصر بالكامل، عندنا جاليه صينيه طلبه دراسات عليا كويسين. ده بيسري الحياه التفاعل مع اللغه الصينيه داخل الكامبس بتاع الجامعه. ده كله بيوفر لاولاد فرص احتاج اجاده اللغه الصينيه خاصه الترجمه والارشاد الى اخره. يجي الجزء الثاني التقني اللي هو الكليه المصريه الصينيه، كليات الهندسه، الحاسبات، حتى القطاع الزراعي والطبي لهم فرص عمل في مصر. احنا بنهتم بالجزء ده لان هو فعلا الجامعه مش دورها فقط على تخريج الطلبه او تعليمهم، لا احنا برضه لازم نساعدهم. دور مجتمعي قوي جدا، احنا نساعدهم ونحطهم على التراك ان هو يبدا يتواصل مع الشركات العامله سواء صينيه او غير صينيه بالمناسبه. يعني حتى احنا بنعمل ملتقى توظيف داخل كل الكليات من الشركات المصريه. ده دور اساسي للجامعه واعتقد ان احنا بنقوم به على افضل ما يكون. يعني اولا اهلا بيك في رحاب جامعه قناه السويس في معهد كونفوشيوس. اولا احنا النهارده في الملتقى السادس للشركات الصينيه العامله في مصر. اعتقد انطلاقا من الجامعه هي قاطره التنميه في اي مجتمع، وانطلاقا من دور المجتمع لمعهد كونفوشيوس وتحت مسانده رعايه ناصر مندوب رئيس الجامعه، احنا كل سنه بننظم هذا الملتقى كفرصه لابناء جامعه قناه السويس اولا والجامعات المجاوره في منطقه القناه، ان هم بنقدم لهم فرصه نجيب طالب العمل وصاحب العمل في هذا النهارده في اكثر من 25 شركه كلهم جايين من القاهره من كل انحاء مصر عشان يشاركوا في هذا الحدث. اولا النهارده الصين تعتبر الرقم الاقتصادي الثاني على مستوى العالم. النهارده في 2500 شركه في مصر صينيه مسجله بتعمل وتنتج وتصدر من مصر، ودي يعني ايه تحت زخم العلاقه المتميزه بين الزعيم عبد الفتاح السيسي والزعيم شي جين بين. اعتقد ان يعني مجال التعاون الاقتصادي والتعاون الصناعي مجال واسع جدا ورحب جدا. النهارده بنشوف الصين يعني والتعاون مع الصين بياتي بنتائج مثمره سواء على مستوى الصناعه سواء على التطور العقاري. كلنا شفنا العاصمه الاداريه مبنى السي دي بي، كلنا شفنا المنطقه الاقتصاديه في ابو خليفه الاسماعيليه ومنطقه القناه،
كل ده يعني استثمارات صينيه بتضخ في شريان الاقتصاد المصري، وبتاتي للخير على لابناء الطلاب وعلى الاقليم القناه عموما يعني. ليس مقتصرين على اللغه الصينيه فقط، ولكن الشركات الصينيه هنا بتيجي تنتج في حاجه لخريجي كليه التجاره، كليه العلوم، كليه الزراعه، مختلف كليات الجامعه في حاجه اليهم. فاحنا عشان نسهل على اولادنا ونجد لهم المساعده في ايجاد فرص العمل، اتينا بهذه الشركات لكي يعني فيس تو فيس، يعني ايه، طالب الخدمه ومتلقي الخدمه. واعتقد ان احنا كل سنه الحمد لله ربنا وفقنا بنقدم من 200 ل 250 فرصه عمل لابنائنا الخريجين في هذه الشركه.